سمعتك بلقاء مع الزميلة العزيزة نايلة تويني عم بتقول انه عم فكر شوي اني ابتعد او اعتزل، هذا الشيء روج لشائعات انه الشامي بده يعتزل، شو حقيقة الموضوع وليش حاس حالك بهالفترة من حياتك بدك تبعد؟ للأسف أنت قلتها أوتوماتيكيا اعتزل وأنا كنت عم أقول انعزل. لأنه اليوم الظهور للفنان صار أوسع بكتير عن زمان. كان الفنان ظهوره المسرح وظهوره الإعلام والتي في، فأنا كنت مقصدي عم خاطب جمهوري اللطيف وعامل لهم إنه أنا شوي حكون ضمن نطاق الفن أكثر من السوشيال ميديا أكثر، لحتى أنا أرتاح، ولأنه بتحكي بتغلط، تظهر بتغلط، وعلي مسؤوليات كتيرة. والعيون موجودة وعم يتاخد كل حرف وكل جملة وكل كلمة. مثل ما قلت هلأ أنا كنت عم أقول انعزل من باب جدا إيجابي، لالتفت لشغلي، لاجتهد، لأعمل فن. تحولت لاعتزل. فأكيد صرت أدق، صرت خاف أكتر بالظهور. انتبه على حالي، انتبه على كلامي، اتعلم، ثقف نفسي، لأنه صراحة خطر.